السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ اليوم غنقدم معكم واحد الكسف ديال الغنمي محمر في الفران بواحد الطريقه سهله وسريعه. غتبان معايا الطريقه. عندنا واحد الكتف ديال الغنمي، القياس طبعا كل واحد اللي بغا. عندنا شويه الزعتر، واحد العاشق ديال السمن حر، عندنا الثومه، شويه الازير، شويه سكينجبير، شويه الكمون، شويه القزبر كامل، شويه الزعفران حر، والملحه وشويه الزيت. غنستعمل الزيت البديل والزيت الروميه. شي جبانه ولا هذا غنديروا الزيت وغنديروا العطريه كامله، نديروا كمون، قزبر، سكينجبير، الملحه، زعفران الحر. غنخلطوا كلشي. الزعتر طري غنحكوه بحال هكا. الزعتر راه كان يلا باقي جديد، يلاه كرمته. واحد المعلقه ديال السمن، واحد شويه الازير غنحط غير شويه بحال هكا، وغنخلي داك العود من بعد نديرو معاه كيفاش. غنحيد منه غير شويه باش كنخلط. صافي ديك الثومه غادي غنحكو الثومه النص، غادي تحكو والنص غادي تخليوه باش تخشيوه في داك اللحم. غادي نخلطو هادشي مزيان. انا من بعد غادي نزيد زيت العود. صافي كنخلطو هادشي مزيان وكنزيد عليها واحد شويه زيت العود. واللي ما عندوش راه غادي يدير الزيت العاديه على حسب، راه كل واحد كيدير داكشي اللي عنده. صافي وغنجيب واحد الالومنيوم، غنسرح فيه واحد السلوفان لتحت باش ما نديروش ديريكت. صافي وغنبدا نخشي دوك الثومات اللي بقاو عندي صايمين في اللحم، وغنبدا ندهن اللحم بحال هكا مزيان. انا نورمالمون راه كندير هاد الطريقه ملي تنسدو بالالومنيوم تنخليه يطيب في الفران. غير دابا حيت هاد الكتف كبير بزاف، خفتو ما ياخذ ليا الوقت بزاف مع الصهد، قلت غنديرو في البرمه في الكسكاس. هو واخا كتسدو عليه بحال هكا، كتزيرو عليه بالالومنيوم، واخا هكا كيهبط داك الماء ديال البرمه، كيولي بحال معطر بديك هاد العطريه. يعني هذا نتوما غتشوفوا من بعد كيفاش غيولي. واخا مزير بالالومنيوم وهذا ضروري كيهبط داك العصاره ديالو. صافي غندهنو بحال هكا مزيان. ومن الاحسن طبعا كما كتعرفوا، من الاحسن كل اي حاجه كتبغيوها تجي من السما خاصكم ترقدوها بقبل. انا راه رقدتو الصباح وتا العشيه عاد طيبناه درناه العشاء. بحال هكا الكتوب غنديرو في الغداء هكا، ترقدوه في الليل. من الاحسن يعني كيجي ألذ، كيجي شارب ديك العطريه ديالو. صافي دابا راه انا ملي غادا نديرو يطيب حسان وغادي ندخلو الفران، عاد غادي ندير له واحد لاصوص اخرى باش غندهنو من بعد وغنوريكم كيفاش. صافي غندهنو بحال هكا بديك العطريه مزيان وغنخلي فيها والو. ودوك الثومات اللي بقاو عندي تندخلهم في اللحم باش كيجيو كيعطيو واحد المذاق زوين. وهداك العود ديال اليازير بحال هكا غنحطو حتى هو كيطلق، كيجي زوين اليازير مع اللحم. وتعرفوا الغنمي كيبغي الزعتر، كيجي ليه الزعتر زوين. صافي غنخلي نحيدو ديك لاصوص كامله بحال هكا بهاد الطريقه، وغادا نغطيه مزيان. غير هو ملي ديروا له هاد الالومنيوم سورتو الا كان كبير خاصكم تزيروا عليه مزيان وديروا ليه الدورو بالالومنيوم مزيان هكا. كنديروا ليه واحد التقيبات بحال هكا باش كتدخل فيه العطريه ملي كيبدا يطيب. صافي غنبدا نحكموه هكا مزيان. كنزير عليه وعاد كنعاود ندور عليه الالومنيوم. صافي بهاد الطريقه. واللي بغى يديرو في الفران ديريكت راه غيديرو في الفران. كاين اللي كيديرو حتى في الكوكوط، انا ما بغيتش نديرو اليوم في الكوكوط بهاد الطريقه حيت بغيت ندير هاد لاصوص خاصني ليها هذيك الماء. المهم راه الواحد تقدروا ديروا هاد العطريه وكل واحد غادي يدير الطريقه ديال الطياب ديالو. طبعا راه كلشي كيعرف يدير هاد اللحم، غير حنا بغينا نشاركو معكم وصافي. صافي كنزيرو بحال هكا مزيان على كنزير دغيا يطيب باش ما ياخذش الوقت. صافي هو درت يطاب. هذا هو لاصوص اللي كيهبط ليا. هاد الماء كنجي كندير لها واحد العاشق ديال كبيره على حسب شحال. الا كانت عندك شي جبانيه هكا واحد العاشق ديال المايزينا
كنزيدها واحد شويه ديال الثومه. هاد لاصوص كنديرها في جبانيه كنرافقها اللي بغى يغمس يعني يكون اللحم مع شي حاجه مغمسه. صافي كنحطها على جنب. هادي دابا كندير واحد 2 معالق كبار ديال العسل، شويه الثومه محكوكه وشويه الكمون، وعندي واحد شويه ديال هذيك العطريه ديال الدخان باربيكيو. هذه الا متوفره، الا ما متوفرش تقدروا ما ديروهاش. وشويه الزيت. صافي نطحنهم مزيان. من بعد ما طاب ليا داك اللحم صافي كنهبطو حتى كيطيب. عاد كندخلو الفران عاد كيتحمر واحد شويه. كندهنو بهاد لاصوص راه كيجي غزال. واخا كدهنوها من بعد راه كتجي فيها واحد المذاق. صافي كنحطو بهاد الطريقه في شي لاطه بحال هكا. كنخلي فيها واحد شويه ديال داك الماء باش ما يتحرقش ليا من التحت الفران. صافي كنحط اللحم ديالنا بحال هكا بهاد الطريقه. من بعد ما طاب مزيان دخلوا الطياب صافي كنجيب واحد هاد الفرشه وكنبقى ندهنو بحال هكا باش كيعطي حتى واحد اللون. وديك شويه العسل، انا درت ليه العسل الحر، كيعطي واحد المذاق زوين مع اللحم. جربوه عرفتي راه غيعجبكم بزاف. صافي كنديرو بحال هكا وكندخلو كيتحمر. من بعد كنقدمو. دابا ها هو ملي خرجتو جا شارب كنقدمو انا بهاد الطريقه. طبعا تقديم كل واحد وكيفاش بغا. انا راه درت ليه واحد السلطه، درت الكروم بسوطي، ودرت سلطه ديال الخيار. كل واحد غادي يقدمها بالطريقه اللي بغا. هاد لاصوص كنقدمها بحال هكا كتجي شويه ثقيله. صافي ودرت شوف كيفاش طايب. هادشي اللي كيجي طيب زوين، كيطيب بزاف. قدمته بهاد الطريقه. درت شويه الباربه وشويه. طبعا التقديم راه كيبقى كل واحد والطريقه اللي كيبغي يقدم بها. صافي هذا هو الطبق ديالنا. نتمنى يعجبكم. شوفوا حتى الشكل ديالو جا زوين الصراحه. حنا كنا جالسين قلنا خليونا نجربوا هذا الطبق اليوم. قلت خليني ندير سلطه هكا بهذه الطريقه احسن. صافي وهذا هو العشاء ديالنا. نتمنى يعجبكم الفيديو وشكرا على المتابعه، والى فيديو اخر ان شاء الله.